النهاردة هنعمل الخروف القمر ده، شكله حلو ومختلف، وكمان هنعمله بطريقة سهلة. اول حاجة هنحتاجها اكياس بلاستيك لونها ابيض. هقسم الكيس ده ل8 مربعات مقاسهم 10 في 10. هحط بقى المربعات دي فوق بعض كده، وهبدأ اتني تنايات رفيعة مرة ناحيتي ومرة الناحية التانية، يعني كأني بعمل مروحة اللي كنا بنعملها زمان بالورق. وكمان بالمناسبة ممكن تعملوا فعلا بالورق وممكن تعملوا بالمناديل، نفس الفكرة دي. بعدين هضمها على بعض كده، وهجيب بكرة خيط وهبدأ ألف خيط كده في نص الأكياس دي كام لفة كده الأول، وبعدين هعمل عقدتين علشان ما يفكش مني، وهقص الزيادة بتاعة الخيط علشان مش هحتاجها، وهيبقى شكلها كده. هضمها بقى على بعض وهاجي من عند الأطراف كده وهقص كده بدوران شوية، هعمل كده من الطرفين، وده كده شكلها لما هفتحها. وبعدين بقى هبدأ أفرق الطبقات بتاعة أكياس البلاستيك دي عن بعض لحد ما أخلص كل الأكياس بتاعتي ويبقى شكلها شبه الوردة كده. هعمل بقى مجموعة من نفس الشكل ده، وبعدين طبعت الورقة دي، هتلاقوني سايبالكوا لينك تحميلها في صندوق الوصف. ممكن كمان تختاروا اي جملة مختلفة عن الجملة اللي انا كتبتها. بعدين حددت الكلام كله كده بالقلم الرصاص علشان اعرف انقل الكلام على الفوم، وبعدين جبت فوم باللون الاسود وقلبت الورقة بتاعتي وحطيتها على الفوم، وبعدين ضغطت عليها باي حاجة. انا استخدمت كده ظهر المقص علشان انقل القلم الرصاص على الفوم، وبعدين بقى قصيت الكلمة. وبعدين جبت ورقة مقاسها 17 في 21 وتنيتها كده، وبعدين بدأت ارسم عليها نص راس الخروف، يعني رسمت ودن واحدة ونص الوش، وبعدين قصيتها. ولما هفردها هيبقى شكلها كده. كده انا حضرت الباترون بتاع وش الخروف او راس الخروف. دلوقتي بقى هعمل شعر الخروف، فهحتاج لورقة مقاسها 9 في 17، وبرضو هتنيها بالنص، وهاجي عند الحتة المفتوحة دي، يعني الناحية اللي مفتوحة مش من الناحية المقفولة، وهبدأ ارسم موجة عشوائية كده قبل ما اقص. فبعمل الرسم الاول، وكده كده هي مش بيبقى شكلها منتظم ولا حاجة، فهتيجي معاكم بسهولة. دلوقتي بقى هنعمل الرجل بتاعة الخروف. هنحتاج ورقة مقاسها 5 في 12، وبعدين حطيت كل الكلام ده على الفوم السادة، وبعدين قصيت 4 قطع من المقاس بتاع رجل الخروف، لان هعمل منه الرجل والايد. وكل اللي هعمله دلوقتي ان انا هقص الزاوية دي والزاوية دي كمان علشان يبقى شكلهم جاي بدوران كده، وهعمل كمان ال3 الباقيين بنفس الطريقة. هجيب بقى راس الخروف وهبدأ احدد عليها الملامح الاول بالقلم الرصاص، وبعدين هتقل وهملى كل الفراغات بالقلم الجاف الاسود. انا استخدمت المرة دي قلم جاف اسود وما استخدمتش اي الوان فلوماستر علشان اوريكم الافكت بتاع القلم الجاف الاسود، طالع زي القلم الفلوماستر بالظبط. هنجيب مانيكير لونه ابيض، او حتى نستخدم دهانات البلاستيك زي ما عملت معاكم قبل كده، او كمان الاكريليك. وهنحط كده نقطة من المانيكير على ظهر قلم او اي حاجة مدورة كده وصغيرة علشان نعمل بيها نقطة في العين. بعدين هنعمل نقطة كمان حجمها اصغر من النقطة الاولى. كان عندي القلم ده الظهر بتاعه رفيع كده فاستخدمته. بعدين هنجيب اي ميك اب قديم ونجيب منديل ونحط كده بالميك اب على الخدود، وكمان نقلب المنديل على الناحية النظيفة ونخف شوية وندمج كده علشان يبقى الشكل حلو. كمان عملته معاكم قبل كده بالطباشير الاحمر. هتعملوا بالطباشير كده في اي ورقة، والحاجات اللي بتطلع دي هناخد منها بالمنديل، وبرضو نعمل الخدود، فممكن تستخدموا اي حاجة عندكم. واخر خطوة هعملها في الوش، برضو هجيب ميك اب قديم او رخيص، اي حاجة كده مش بنستخدمها، وهاخد منه اللون البني وهبدأ احط كده على الاطراف، وبعدين هدمج الاطراف كلها بمنديل نظيف علشان يديني الافكت اللذيذ ده. نفس الخطوة دي عملتها معاكم قبل كده بالاقلام الفلوماستر اللي لونها بني، ودمجتها بمنديل نظيف وبرضو طلعت معايا نفس النتيجة دي، فاستخدموا الحاجة اللي متوفرة عندكم. بعدين عملت الموجة دي كده في شعر الخروف بالقلم الجاف الاسود، طلع شكلها لذيذ قوي. بعدين هلزق بقى شعر الخروف، ممكن تستخدموا الدبل فيس او الشمع، وطلع قمر قمر قمر. واخر حاجة بقى جبت كرتونة قطرها 30 سنتي، وكمان جبت دايرة من الفوم قطرها 24 سنتي ولزقتهم في بعض بالشمع. ممكن برضو تستخدموا الدبل فيس في الخطوة دي. بعد كده حطيت دبل فيس على الاطار الكرتون ده كله كده، وبرضو ممكن تستخدموا الشمع في الخطوة دي. الدبل فيس موجود في اي مكتبة ومتوفر وسعره رخيص جدا.
بعدين جبت الورد الابيض اللي انا عملته وبدأت الزقه كده على الاطار الكرتون. عايزة اقول لكم بقى ان الورد ده كله طلع معايا من كيس ابيض كبير، يعني كيس واحد بس من الكبار قوي دول طلع لي كل كمية الورد اللي انا احتاجتها للطارة دي. رصيت الكلمة بتاعتي كده في نص الدايرة، بعدين بعد شوية حركت مكانها شوية ونزلتها لتحت علشان اعرف الزق الوش. فخلوا بالكوا قبل ما تلزقوها ان انتوا تجربوا مكان الوش كده هيبقى واضح والكلام واضح تحتيه ولا لا. بعدين جبت وش الخروف وحطيت في ظهره حتة من الكرتون كده علشان يبقى ماسك نفسه واعرف الزقه في الاطار بتاعي من فوق. وحطيت كمان على الكرتونة دبل فيس وممكن تستخدموا الشمع عادي، وجبت كمان الايدين والرجلين ولزقتهم كده في الاماكن بتاعتهم، وبس كده طلع زي القمر.